السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. رمضان خلص خلاص، يا دوبك ناقص بكرة او بعده، مش عارفين لسه. فقلت نعمل بقى اللي ما كلناهاش طول رمضان، طعمية، حاجة سهلة كده ومفيش حد بيستغنى عنها، ولازم لا اما نفطر بيها اي حاجة يعني. فعندنا هنا نص كيلو فول، انا كنت نقعاه قبل الفطار وصفيته اهو. وعندنا هنا كرات اهو، كرات، وعندنا بقدونس وكزبره ناشفه، وبصله وتوم اهو. التوم تمام، هما فصين توم بس، ما تحطيش كتير، وبصلايه صغيره. التوابل دي مش بنحطها دلوقتي، هقول لكم امتى. هنبتدي نفرمها. عندك بقى مفرمه، عندك كبه، عايز تفرميها في الخلاط، انت حره. في ناس بيدوقوها في الهون على فكره، فلا انا هعملها في دي، انا متعوده عليها هنا. فانا بفرم الفول الاول. لو حسيتي ان هي ناشفه كده شويه، بنحط لها شويه ميه صغيرين. شايفين؟ معلقه يعني، مش تحطي بقى كتير، لا، هي معلقه بس. اهو بس نفرم ده، نفرم الفول الاول وبعدين نفرم الايه، الخضره، وبعدين نرجع نفرمهم تاني مع بعض. شايفين؟ اهو احنا نفرمها مره كمان، فعشان كده انا بس ايه، فضلت ان انا بس ننيم الفول الاول، نكسره كده، هو مطحون اهو، شايفين؟ بس هنرجع نعمله تاني بقى ايه لما نخلص. تمام، هنبتدي بقى. هحط الخضره، حبه من الخضره، ادي خضره وبصله، باخد بصل اهو، التومه. انا بس هفرم دول قدامكم عشان تشوفوهم، وبعد كده انا هكمل عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. شايفين؟ شايفين؟ وهنرجع بقى نعجنهم كده مع بعض ونفرمهم مره كمان اهو. اخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني واوريكم ازاي نفرمهم مع بعض كده. شايفين؟ قلبتها على بعض الاول، الخشنه اهي تمام، وهفرم الباقي قدامكم. بصوا دي النعمه اللي طلعت، شايفين ناعمه ازاي؟ زي الفل. فين؟ طيب هنعمل دي، نفرم الباقي ده. شايفه انا جايبه جنبي طبق بحط منه معلقه ميه بس، يعني ايه، حاجه بسيطه بس علشان السكينه تقدر ايه، تفرمها. الموضوع كله والله ما خدش ربع ساعه، 10 دقايق. وهتبقى عندك احسن طعميه في الدنيا وانضف طعميه في الدنيا. شايفين؟ خلاص اهي. هخلص الباقي بقى وارجع لكم نقليها مع بعضينا ونشوف هنشيلها ازاي ونخزنها في الفريزر ازاي. شايفين ناعمه ازاي؟ ناعمه اهي.
اشوفكم بقى لما اخلص الايه المقدار كله. انا خلصتها اهو، وشلت كمان في الفريزر. لما تشيلي في الفريزر ما يكونش عليها اي توابل، اما تعوزي تطلعي الكيس وتبتدي اما يفك تحطي عليه التوابل بتاعتك، وتعملي بقى الحركه اللي انا هقولك عليها دي عشان تبقى خفيفه زي بتاعه المحلات بره. اول حاجه الشويه اللي احنا نقليهم، عندنا هنا كزبره ناشفه، شويه كمون، بودره بصل وتوم وملح، ودي شويه بيكنج باودر بتاع الكيك. تمام اهو. هنبتدي بقى نضربهم كده بالايه، بالمضرب. عندك عجان حطيه في العجان، بمضرب كهربا، بس هي مش محتاجه يعني، هي شويه كده وهتبتدي ايه تبصي تلاقيها بتدخلي فيها بقى الهواء، خلاص تبقى خفيفه. الموضوع كله ما بياخدش منك ثواني. انا حاطه الزيت ورا، اما يسخن بس نبتدي ايه نقليها، هتلاقيها خفيفه وزي الفل، واحلى من بتاعه بره والله، وانضف. ما عندكيش ده بايد الهون، عارفه ايد الهون، بس طبعا في حاجه بلاستيك، تقومي تفضلي تلفي ايدك كده فيها كأن اسمها ايه، الدقه دي اللي بتاعت الراجل بتاع الطعميه، مش عارفه اسمها ايه والله، المطحنه دي ولا الحجر باين يقولوا عليه. بصوا اهي خفيفه وزي الفل. عندنا هنا بقى طبق فيه سمسم وفيه كزبره ناشفه عشان لما نقليها اهو، شايفينها زي الفل والله. تمام، نروح للزيت بقى ونقليها مع بعض ونشوف شكلها يبقى ازاي. اهو القليه تقليها وتعملي كده يعني، ظبطيها بقى، في بيعملوها صوابع على فكره، شايفه ولا بتفك ولا اي حاجه. تمام التمام. مش هقليها كلها عشان انا عايزه اكلها في السحور النهارده، انا بوريكم بس ان هي لا بتفك ولا اي حاجه، وتمام التمام زي الفل. الزيت غزير طبعا، مش تحطي في زيت شويه، لا حطي في زيت غزير. تمام. شايفين فنشت ازاي، بتنفش ازاي عشان الايه البيكنج باودر كمان بيخليها خفيفه مش تقيله وما تشربش زيت. على فكره نسيت اقول لكم ما تحطوش خضره كتير في الطعميه، اولا بتخليها تسيح، ثانيا بيبقى بتسود، بتبقى لونها اسود، فانت الخضره تبقى على الايه يعني. شوفي يعني النص كيلو ده انا حاطه عليه حزمه كرات واقول لك ايه، نص حزمه كزبره ونص حزمه بقدونس، مش حاطه اكتر من كده. ما تحطيش بقى كتير، مش تمسكي بالحزم وتحطي، لا. اعتقد ان هي خلاص كده، انا بحبها نص سوا، ما بحبهاش مستويه قوي كده، بتبقى ناشفه. تمام، طلعها واوريها لكم الطبق شكلها عامل ازاي. كده خلاص قلبناها. بصوا انا هوريكم، سامعه صوتها عامل ازاي، مقرمشه ومستويه من جواها. تمام، والريحه بقى مش هقول لكم، روعه في منتهى الجمال. وادي عندك كمان طعميه يا ستي طول العيد، تقدري تقلي وتعملي براحتك. ايه رايكم؟ يا رب تعجبكم. لو اول مره تخشي قناتي وتشوفي الحاجات اللي انا بعملها، اعملي لي سبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع الف سلامه، وكل سنه وانتم طيبين.